طبعا انا مش فاهم اذا كان ده يعني فن حقيقي ولا دي مجرد ناس عندها يعني رصيد من قلة الادب. يعني الفاظ قذرة، مشاهد مرعبة، اجرام وتحريض على الاجرام وتصوير المجتمع بتاع البيزنس على انه بقى بلطجة وبقى زي المافيا. والمشكلة مش في كل ده، يعني في افلام امريكية بنفس القذارة دي، ولكن في حاجة اسمها ريستريكشنز، يعني ممنوع عرضها في اوقات معينة. مفروض تحذير الاطفال والاهالي من ان هي تحتوي على مناظر قذرة مرعبة، دموية، او ايحاءات قذرة او غيره. يعني لا رقابة ولا مواعيد ولا حتى اختيارها في شهر زي شهر رمضان عشان تتعرض.